السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا حبايبي، اليوم عندنا نبغى نسوي طاجن بالدجاج والخضار. شوفوا عندنا هنا بطاطس، وعندنا هنا بازاليا، وهنا عندنا جزر وبطاطس يعني مع بعض عشان ما يكفي، وهنا بصل وتوم فرمينه مع بعض، وهذه الدجاج. طيب نيجي هنا عندنا شوفي كمان هذا جنزبيل مطحون، هذا بقدونس بس احنا عشان مفرزينه في الفريزر، بندوره، وهذا كركم، هذا فلفل اسود وملح، وهذا بابريكا، هذا زيت زيتون. نبدأ دحين ان شاء الله معاكم نسوي طاجن الخضار بالدجاج ان شاء الله. نبدأ مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا حبايبي، نبدأ دحين بنبغى نتبل الدجاج. حطينا فلفل اسود، وهذه ملح، هذا كركم، وهذا بابريكا، شوفوا، وهذا جنزبيل مطحون، وهذا بقدونس عندنا مفرزينه احنا عشان، وهذه شوية موية عشان بنتبل الدجاج حق الطاجن. هذه كده كلها مع بعض دحين. نبدأ دحين نتبل في الدجاج. كيف نغزه بالسكينة، كيف كله غزه عشان لما نحط التتبيلة كله يدخل جوة الدجاج. كيف نتبل الدجاج كيف بالخلطة. شوف كيف الفخدة بنغزغزها عشان يتبلها كلها مع بعض. كده تبلنا الدجاج حق الطاجن. رجع لكم تاني دحين. شوفوا حبايبي، جينا دحين عند الطاجن نبغى نسويه. ايوه شوفوا عليه تحته يعني حديدة مخرمة. شوفوا عطينا الحين زيت زيتون، هذا على الطاجن. شوفوا نحط البصل والثوم فرمناه مع بعض، فرمنا الثوم والبصل مع بعض. هاي شوفوا حبايبي، خلينا بس كده يعني على قولهم شوحناه شوية كده على النار. شايفين كيف؟ هذا البصل والثوم فرمينه مع بعض، حطينا معاه زيت زيتون. راح نشوف كيف نبدأ نرص الدجاج اللي احنا يعني هردناه على قولهم، راح نتبلناه يعني تبلناه مع بعض. هذه التتبيلة اللي زادت كلها نكرفها نحطها عليه. دحين نبدأ نحط الخضار. ونبدأ بالجزر، يعني الجزر يعني شوية ياخد نار، مو زي البطاطس على طول تدوب.
الحين نحط البطاطس. الواحد يحط الخضار اللي تناسبه. ايوه يعني احنا نحط الخضار هذه اللي عندي الحين بطاطس وجزر وفي بازاليا كمان، بس اللي يعني يحب يشكل الخضار عادي اي خضار، مو لازم يعني مثلا مرتبطة الا بالخضار الا مثلا بالبطاطس والجزر، لا اي واحدة تحب خضار تحطها. هذه حطينا كمان البزال. شوف البزال كيف لونها، الله يا سلام مرة حلو. يلا شوف حبايبي بنكمل دحين، بنحط البندورة شرايح شرايح، ونحط الفلفل الحار. الفلفل الحار لو ما صار مع الطاجن الطاجن ما يصير طعم يعني، بس اللي ياكل الحار حلو، لكن الحار يسوي فيه نفس هذا بس بارد يعني. تبغى تحط شرايح مثلا فلفل رومي عادي. هذا الليمون اللي هو يعني المخلل، ليمون مخلل يعني، شوفوا كيف ليمون مخلل. عندها مخلل واحدة تحطه، ما عندها تقطع يعني الليمون عادي يعني، كل منو الأكل فن، اتفنن وكل. طيب حبايبي باقي دحين اللي هي الخلطة حقت التتبيلة اللي زادت، نتبلها كلها مع بعض نخلطها يعني، ونرجع لكم تاني إن شاء الله. هاي شوف دحين اللي باقي من التتبيلة اللي هو البقدونس، وهذا ملح، وهذا اللي هي شو اسمه ده الجنزبيل المطحون، هذا كل اللي بقي من التتبيلة. وهذا كركم، شوفوا كيف كركم، وهذه بابريكا كمان حطينا شوية بابريكا كله مع بعض، يعني شوية موية كمان، شوفوا كيف نحلها معاها قليل موية، نقلبها كلها مع بعض. دحين نحطها على اللي هو الطاجن. هي شوف حبايب دحين بنحطه، خلطناها كلها ودحين بنرشها، شايفين بنرشها على الطاجن. شايفين كيف؟ شوف منظر الطاجن كيف، يا سلام ما شاء الله عليه رهيب. طاجن بالخضار والدجاج. لا تحلي مويه شوي كذا. وبعدين دحين نحط نرش زيت الزيتون، شوفوا كيف آخر شي نحط زيت الزيتون، شايفين كيف نرش عليه زيت زيتون آخر شي نحطه. تمام، ونغطيه إن شاء الله. نرجع لكم وهو يا سلام ياخد له كده قريب نص ساعة على نار هادية، ونرجع لكم تاني إن شاء الله بإذن الله. ايوه شوفوا حبايبي هيا رجعنا لكم دحين، ما شاء الله ما قلت قريب يمكن يا نص ساعة يا ساعة الا ربع. شوفوا كيف سبك، شوفوا عندنا دحين زيتون هنا، شوفوا نبغى نحطه عليه، شايفين كيف. أنا الطاجن المغربي ده يا سلام لازم الزيتون، دائما زيتون وزيت الزيتون هذا ما شاء الله عليهم ولازم منه. شوفوا المرقة هذه اللي زادت منه يعني من نفس الطاجن، شوفوا كيف بنرجعها تاني فيه، شوف كيف هو بيطبخ شلناها منه. دحين خلاص ما خلصنا خلاص رجعناها عليه، شوفوا كيف. والله وتفضلوا معانا وبالهنا والعافية إن شاء الله حبايبي بإذن الله تعالى. هذا الطاجن حقنا اليوم طاجن مغربي. طيب حبايبي خلاص غطيه دقيقة ونرجع لكم إن شاء الله. هاي شوفوا حبايبي خلاص الحمد لله، شايفين كيف هذا الطاجن حقنا يا سلام، شايفين كيف. وهذا العيش حقنا الحب، يلا وبالهنا والعافية إن شاء الله. ما شاء الله ما يحتاج لا مخللات ولا طراشي، مخللات والطراشي كله منا فيه ما شاء الله عليه. يلا بالهنا والعافية إن شاء الله حبايبي. هذا العيش رح نصوره كمان إن شاء الله بإذن الله تعالى.
كده اهو.